معاييرنا هي ما كان سائدا في او ما يعني ماشي عليه في النظام البائد، فليكن في علم الجميع كان جواز السفر العراقي او القانون العراقي يحرم السفر المواطن العراقي الى الدول التالية: امريكا، اسرائيل، وايران. ولدينا حالة وقف اطلاق النار بيننا وبين ايران، هذا على المستوى الرسمي كما تدعون وكما تقولون، أي أن السفر إلى إيران سفر محرم. وهذه الاتفاقيات العظيمة والجنسيات التي تمنح لأناس لا ندري من أين هم هي أمور أيضا غير قانونية. إذا كنا نتحدث عن الأمة العربية فأبو مازن يتحدث عن الحق الفلسطيني قبل السيد هادي العامري، وإذا نتحدث عن الأمة العربية فمصر أم 80 مليون أو 100 مليون تتحدث عنها قبل هادي ومثال. وإذا كنا نتحدث عن إيران فإيران هي التي تدعم التفاوض السوري الإسرائيلي الآن اللي أنتم يوميا في زيارات إلها. وإذا نتحدث عن الاتفاقيات فالاتفاقيات العراقية الإيرانية المبرمة الآن هي اتفاقيات غير رسمية. وإذا كان على الاتهام فالذين يعملون مع المخابرات الإيرانية هم العملاء المتهمين. كفى هذه المزايدات الكاذبة. أنتم تبيعون العراق الآن إلى إيران، أنتم الآن تدفعون المنطقة إلى خطر الحرب. اسكت. أي شعب عراقي يتحدث أنت عنه؟ أي شعب عراقي تتحدث أنت عنه تحديدا؟ سأزور وسأذهب أينما يكون هناك شأنا عراقيا، ولتكن المخابرات لنطالب الآن إذا كنتم رجال، لنطالب الآن المخابرات العراقية بفتح تحقيق مع العملاء. إذا عليكم أن تضعوا في جواز السفر العراقي ممنوع السفر. من المزايدات مال المرس لنضع الآن في جواز السفر العراقي ممنوع السفر. وإذا أردتم الأسماء من كان هناك سأتي بأسماء حتى العمايم.